السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قرش ساغ، 1 قرش نحاس، بس أنا جايب عينتين. جمهورية مصر العربية، 1 قرش، الاتنين سنة 1984، 1404 هجري. مرسوم عليه الأهرامات ال3، والجزء التحتاني دوت نقدر نقول رسم الأهرامات والنيل عليه. جايب الاتنين لسبب هو عمله سنة 1984. كان كاتب الهجري على الشمال اللي هو ده، بعد كده قال لك لا، ما ينفعش ان يبقى الهجري على الشمال، لازم يبقى على اليمين عشان احنا من اهل اليمين. فراح طبعه وعمل السنة الهجرية بتاعته 1404 هجري. أصبح السنة دي في تاريخين، أو تاريخ واحد بس متغير من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال، فأصبح تاريخين. اللي هو الهجري 1404 اللي هو على شمال العملة ده أغلى من اللي على يمين العملة، لأن ال 1404 اللي على الشمال ديت اتطبع منها كمية قليلة، فأصبح نادر عن اللي هو على اليمين، اللي هو حط الهجري بتاعه يمين القرش ساغ. فده فرق بين العملتين، هجري على اليمين وهجري على الشمال. ده فرق في العملة وفرق في سعرها نفسه. الظهر واحد، الاتنين عليهم الأهرامات، والجزء التحتاني ده زي النيل كده، مش مكتوب عليها أي كتابات ولا أي حاجة. وبعدين راح عامل من ورا جمهورية مصر العربية زي ما انتم شايفينها كده، 1 قرش، واحدة الهجري يمين وواحدة الهجرة شمال. وأصبح في اختلاف بين العملتين في نفس السنة. دي كانت عملة نحاس قرش ساغ لغاية سنة 94، لغاية سنة ممكن نقول لغاية 2000 كان بيستخدم هذا القرش ساغ، يعني تقريبا من 20-25 سنة كان بيستخدم هذا القرش، وكنا بنحاسب عليه، وكان بيعتبر عملة ذات قيمة في الفترة دي. دي عملة النهاردة من النحاس، 1 قرش، واختلاف في التاريخ شمال ويمين. نشكركم، وبرضو أذكركم إذا ما اشتركتش في القناة اشترك، اعمل لايك وشير عشان يوصلك كل جديد، وأي تعليقات أنا برد عليها على طول. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.